الغناية شفتها لقيتها ذي صبري ناجحة طلعت في بون خاطر مش ياسر مغروم بالتيك توك شوي برك. كان تيك توك تلقاه. فوالا دونك اما دونك بالمسلسل بالمسلسل لقيتها لقيتها عجبتك الاغنيه موند باهي. اوريجينال تاع المسلسل هذا. من المسلسلات البوند اوريجينال تاع المسلسل والغنايات باش نرجعوا للجو نمشيو التونسي توا. فوالا نرجعوا تونسي اليوم عندنا 100%. برشا جو تونسي. تونسي ما بين exactement. التاريخ توا ما بين التاريخ من بعد وقت اللي باش نتحدثوا على الشين يوتيوب دونك برشا حاجات. اليوم تخلينا في الاصاله التونسيه. فوالا نمشيو تو سويت فقره شويه من تونس. شويه من تونس. انا يا عربي للاسف معناها كما قلت لك مانيش باش نحكيو على الصدقيه اليوم. مش تعاود انت ما تعاوديش تحكي. للاسف بعد ما انا سي فهمت روحي سيدي المرجاني هكا قال لا نحب حتى البلاصه هذيك نحب بالحق والله نحب. يا باهي قال لي اليوم مش لازم نحكيو على الصدقيه. قلت له اسمع عربي باش يقعد نعاود له خاطر هو باش يسمع فينا توا قاعد. قلت له عربي باش يبدا يحكي على الصدقيه برا وما عادش انت باش تحكي باش يولي عربي هو اللي يحكي. دونك خلينا نبدلوا حاجه اخرى. الشيخ محمد بن حموده حاضر معنا مرحبا. اهلا وسهلا، تحيه ليك وصال وتحيه في العربي وتحيه لكل الفرق التقني وايضا تحيه لكل المستمعين اذاعه الشباب وين ما كانوا يسمعوا اذاعه الشباب ويسمعوا في شويه من تونس. فوالا دونك قلنا فك عينه باش نقعد نحكيو على الصدقيه وهو باش يقعد راهو يحكي لك. الصديقيه تحتفل ب 150 سنه. 150 سنه هذه عام كامل راهو 2025 الكل مش شهر ولا شهر. معناها هو ديجا محتفل معناها على سكت انا محتفل ما زلت محتفل ما زلت. وباش نحكيو على قصه سيدي المرزيني ولا المكتب الجديد. ما نعرفش اسكو يعرفوا المكتب الجديد ولا لا تو نشوفوه. باهي لا ما يعرفوش مادام قال باهي مادام يعرفوش كان تو كيبدا يحكي تو نعرفوا ولا لا ما بالاسم ما عرفتش. باش تعرفوا الصدقيه كان اسمها المكتب الجديد مش موجوده في البنيه اللي قرا فيها عربي تويك. اي هذاك المقر الجديد. اما المقر الجديد عام 1875 مشيت له 75 صحيح. اول واحد المكتب الجديد علاش سموه مكتب جديد خاطر كان جامع زيتونه هو اللي يقري. جامع زيتونه شنو كان يقري القران والفقه واللغه العربيه وشويه منطق هكا. انا نعرف المقر الجديد ما اسم المكتب الجديد هذايا تو عديت ابتدائي وثانوي في الصدقيه تو عرفت. استنى نحكي لك النكته معناها بعث لي شيخ قال لي مكتب جديد. لا نقول بعث لي قال لي باش نحكيو اليوم على الصدقيه او المكتب الجديد. قلت له ليه اليوم نحكيو على الصدقيه قلت له نحكيو على يا اخي قال لي ليه راهو هو نفس المكتب خليوها العربي. خليها الغدوه اليوم خليها خاطر عربي. طلعت الصدقيه هي المكتب الجديد. هي قصه الموزاني هي نهج جامع زيتونه عدد 55 وانتم طالعين معناها بالضبط حرف فما زوج نهج يدخلوا للمدينه. نهج القصبه على اليمين بالكل وهذا اللي مقابلكم بالضبط اللي هو نهج جامع زيتونه. تلقى قصه الموزاني هي بناها حموده باشا عام 1806 كانت مقر للجيش الانكشاري وتو نحكيو ان شاء الله عليهم. هو هذاك علاش يعني تتسمى قشله ماله. اي صحيح قشله هي يتحط في جزرنا هي كاسير. فوالا زي منها كاسير. كاسير جاي من قشله جزرنا مثلا. اوكي. كان فيها جيش الانكشاري داير حتى الاسامي نتاع الثالث الاسامي توكي يدخلوها حتى تو بعد ما 21 سنه مدرسه الصادقيه بعد ولات تبع الجامعه التونسيه بعد ولات تفرع من المدرسه الوطنيه. شيخ انا اعطيت معلومه غلطه قبيله نحب نصلحها. انا قلت على حاجه غلطه. قلت المقر الجديد 1875 تو ذكرت في مخي لا هذاك من الاول. اما المقر الجديد في التسعينات المكتب الجديد في 1897 في التسعينات. تعرف علاش ذكرت 22 سنه علاش ذكرت انا خاطر المئويه نتاع المقر الجديد تعاملت وانا نقرا في الصدقيه. علاش ذكرت المئويه المقر الجديد وقتها ذكرتها وانا نقرا غاديك. 150 سنه على انبعاثه. 150 على انبعاثه. مخطر تو خير الدين باشا اصدر امر قال المدرسه الصدقيه في الحاضره المحميه باش تفتح ان شاء الله نهار 20 محرم عام 1292 للهجره. معناها نحكيو على 1875. علاش؟ قال معدل تعليم القرآن العظيم والعلوم النافعة الشرعية بوسائلها وزادها المعارف السياسية وزادهم اللغة الفرنسية واللغة التركية واللغة الإيطالية. كي باش يقبل قال نقبلوا 150 تلميذ
كيفاش يكونوا ال 150 هذوما؟ ثم 50 منهم انترن، 35 من الحاضره ولا 30 من الحاضره و20 من الافريقيين. هذوما الدوله تتكفل بالمصاريف نتاعهم. قبل راهو التعليم ما كانش الدوله تتكلف، ما اللي يقراو في جامعه زيتون هو النفق عليهم هما. علاش خير الدين قال نتكفل؟ موفق الفلوس نتاع خزنه دار حطهم في الاوقاف وعمل بهم خليهم اوقاف على المدرسه الصديقيه. الاوقاف هذوما الفلوس اللي يجيو منهم بين هناشر وبين زيتون وبين نحكي لك على حوان التاريخ صارت فرنسا نهج جمال عبد الناصر تويكا هذاك قبل كان اسمه نهج الصادقيه. نهج الصادقيه الحوان اللي عالمين عليه صارت فرنسا وصارت ايطاليا كلهم كانت تابعين حبس على المدرسه الصادقيه. الفلوس اللي يجيو منهم يمشيوا للمصاريف نتاع الاساتذه والتلامذه. هو الجيل نتاع بابا والجيل التو يسميوه نهج الصدقيه ذاك معناتها يسميوه نهج الصدقيه، ما يسميوش جمال عبد الناصر، يسميوه نهج الصدقيه. او كمعلومه للساده المستمعين باش الناس تعرف بلادها مليح، كانوا 50 انترن و100 اكسترن. 100 اكسترن منهم 70 من الحاضره و30 يكونوا من جايين من برا معناها خارج البلاد ويسكنوا عند عائلتهم. وين باش نحطوهم 150 والمدرسه مازالت ما تبناتش؟ عندنا القشله هذيك نتاع جامعه الزيتون اللي قشله سيدي مرجاني. قال نبداو بها لوطا، فما صاله واداره وقاعه تدريس، والفوق مطعم وبيت لوطا مطعم بليتو، الفوق بيت صالة والفوايي ومكتبه قاعه للمطالعه. بداها خير الدين باشا وعلى ذلك تسمت المكتب جديد معناها عيطولو. العقائد والفقه الحنفي والمالكي تقرا في المدرسه هذه، بلوس النحو والصرف، الادب، التاريخ والجغرافيا، وكانت ما يسمى علم سياحه البلاد، يقرأوا على البلدان الاخرى كيفاش تمشي لهم وشنو عاداتهم وتقاليدهم. نحكيو على تهذيب الاخلاق، نحكيو على تعلم اللغات كما قلنا التركيه والالمانيه والفرنسويه والايطاليه، وبعد دخلت الانجليزيه والالمانيه في المدرسه الصادقيه. وتعلموا زاد فنون الرياضيات وعلم الحساب وعلم الهندسه وايضا كما الجغرافيا كما قلنا وعلم الفلك. محمد باغي بن خامس وقتها عمل عندهم الارض نتاع شو اسمها نتاع هربة سنين هذيك اللي تو في القصبه. هربت تبرع بجزء من الارض وهما زاد شراو 16,000 متر معناها باش يبنوا فيها المدرسه الصدقيه اللي باش تقعد 22 سنه باش تحضر عام 1897 وينتقل المعهد الصادقي من نهج جامعة الزيتونة إلى الفوق إلى القصبة يقول مقرها توي كان قرأ فيها العربي. أي مقرها على الهضاب فوق روض بديع. أي نعم. تبدو المنار والرفع تبدو القباب والمنار الرفيع. تبع بيرم وكي نقولوا بيرم معناها عيد، اسم بيرم اسم تركي بيرم التونسي بمعنى العيد. أول مدير هو محمد العربي زروق عام 75 حتى 81، عمر بركات، وبعد محمد القروي، وبعد العروسي بن عياد، وبعد شد الطاهر بن صالح حتى العام 92. عام 93 اللي شد شو اسمه دلماس ماريوس دلماس ذا فرنساوي على وقتها البنيه اللي تعملت في الصديقيه على الشكل الفرنسي مش زيتوني ومش كما القصه نحكيو عليه غدوه ان شاء الله. عام 75 حتى 22 سنه ولا 20 سنه شد ماريوس دلماس. بعده جاء محمد عطيه. من جمله الناس اللي قرأت في الصدقيه 6 رؤساء، نحكيو على حبيب بورقيبه، نحكيو على فؤاد المبزع الله يرحمه يرحمهم الكل. كان رئيس الجمعيه قدماء الصدقيه ايضا في فتره نعم. في فتره المئويه هو كان رئيس الجمعيه وقتها. اي نعم. المرزوقي، محمد ناصر، والرئيس الحالي الاستاذ قيس سعيد الدكتور في الصدقيه. 6 رؤساء وملك سيدي منصف اللي يسموه ملك الشعب. على ذلك يقول لك الصديقيه جمعت بين الامير والفقير، الشيء اللي يخلي كل تلميذ يقرا في الصديقيه يحس انه فما امراء، فما رؤساء، فما 72 وزير يقرا في الصديقيه، فما ممثلين، فما كما نقول نحكيو على رؤوف بن عمر، هشام رستم، نحكيو على عبد العزيز العروي، نحكيو على عثمان الكعاك، الشاذلي القليبي، الشاذلي بنوس اللي هو توا هو رئيس الجمعيه ايضا تاع قدماء الصدقيه حاليا. كان نائب في فؤاد المبزع الله يرحمه. البشير الدنقوزي اول طبيب في تونس، اول مهندس تونسي صالح بن صالح الله يرحمه،
اول صحفي محترف نحكيو على سي علي بوشوشه، اول مخرج مسرحي سي علي الخازني، اول وزير ثقافه سي شادي القليبي، وزير التربيه محمود المسعدي اللي كان يقري في الصادقيه، الهادي الجويني، فضل الجزيره الله يرحمه، الطاهر بن عمار اللي حكينا عليه قلنا هو خال توحيد ابو الشيخ، محمد عطيه هذا قراه بورقيبه في نفس البيت معناها سكنوا بينهم نتاعو، وهو اللي شد مديرها الصادقيه وغيرهم. لا هو اول مدير. نعم معك اكيد. اول مدير كما قال هو للصدقيه زاد محمد العربي زاروق، هو اول زاد الشخصيه كنا حكينا عليها قبل، هو نعم. اول معارض للبي وقت اللي جات الانتصاب الحمايه، وهو اللي ما حبش يوافق على المعاهده وقال له لا. ونحكيو على المنجي سليم، ونحكيو على محمد المصمودي اول وزير الاقتصاد، ونحكيو على عزوز جلولي والبهي لدغم، ونحكيو على سي العربي اللي قاعد بحذاك بكل تواضع. معناها تحب تعرف التعليم الزيتوني كان يقريوا السبت ولا حد ولا اثنين وثلاثه ولا اربعه، ويرتاحوا الخميس والجمعه في الجامعه الزيتونه، والقرايه من 6 نتاع الصباح الى الزوال الظهر، وبعد يرجعوا من 3 حتى للمغرب. الخميس والجمعه ما يقراوش، عندهم 8 ايام تاع مولد يرتاحوا فيهم، عندهم 7 ايام في العيد الكبير، 7 ايام في العيد الصغير، رمضان كله ما يقراوش، وعندهم من 15 جويلية حتى 15 سبتمبر سلاع. المدرسه الصادقيه السلاعه نتاعها جوست 9 ايام، 3 ايام عيد الكبير، 3 ايام عيد الصغير، و3 ايام نتاع المولد هكا، والباقي يقرا هكا باش تفهم. والقرايه من 6 نتاع الصباح لنصف النهار، ومن مدة ساعتين للمغرب، محريف على هذاك نقول لك انا ثم دول فاتوا النموذج يعني توا صديقيه مدرسه بناء الدوله اكزاكتومون صحيح. معناها الصديقيه راهي استري عقليه مكان هو على انت وصال صديقيه برك كل واحد يحب ينجح، يحب يتفوق ويحب يتطور فهو صادقي. تعرف يا شيخ، ولليوم المدرسه الصديقيه ساعه ثم حاجه كيف يقولوا ليسي صديقي، يقولوا لهم لا راهو يتقال كوليج صديقي، اسمه يقعد ديما كوليج صديقي، حتى الليسي اسمه كوليج صديقي من قبل. تعملت له من بعد فرع يدخلوا بالتاس راهو عربي، معناها عباره بيلوت كاينه تعمل من بعد فرع المعهد الصادقي اللي هو المدرسه الابتدائيه اللي موجوده منذ سنوات كبيره، انا قريت فيها هي وقريت بعد في الثانوي. كما قلت انت لليوم الصدقيه فيها ولد الوزير وولد الفقير لليوم موجودين نفس تحس بالاعتزاز والنشوه. واللي انت خارج من بيبينيير كعلماء واطباء ومحامين، انا نقول لك اشتر شخصيات وطنيه والعلماء اللي في تونس تعديوا على المدرسه الصدقيه. انا حبيت نختم بحاجه ايضا معك على الروح نتاع المكان هذاك، لانه واحد يمن بالروح نتاع المكان. انا اصدقائي واصحابي ديما نقول لهم كي بون وصال ما صادفش، تو نهار يصادف ما صادفش انه مشيت معايا للصدقيه. من مره تعمل عمناول تعمل ايفينمون في المدينه، الايفينمون هذا داروا منهم حفله في الصدقيه، عاد طالعوا معي اصحابي هما تحكي لنا على الصدقيه، تحكي لنا دخلوا غاديك خلوا لي فينمون قعدوا يدوروا في الصدقيه وقالوا لي بصراحه عندك الحق. دخلوا وشافوا معناتها الكور دونور هذيك تعرفها داخل تحكي عليها غدوه ان شاء الله. غدوه باش تحكي على الكور دونور وكور سود وكور نور وكور سنترال. الله غالب حلقه سبيسيال تو نسمعكم. والباب الكبير من يدخلوا منه هاي يتحلوا ترطار والقيمين والمديرين. لا كي تخلط ترطار عندنا بلاصه اخرى ما نجمش نحكي عليها. المهم الصديقيه فخر من مفاخر تونس، تاسس في عهد محمد الصادق باي اللي هو المشير الثالث، ولكن للاسف يحكي عليه احمد بن ابي ضياف قال هو اشبه بامي يكاد يحسن قراءته والكتاب، اما شوف شنو خرج فوالا هذه الاثار اللي خليهم من بعد اكيد اثار تكون كبيره برشا. مشكور شيخنا، احنا غدوه ان شاء الله يعني اذا نكملوا نعاودوا نحكيوا باكثر تفاصيل على وتحيه كبيره برشا لكل انسان صادق يقرا الصدقيه وكل وناس كل اللي قرات وتعلمت في كل بلاصه معناها اكيد وكما قلت هو ستاني سبخي صديقية معناها لكل عبد مجتهد ومثابر. مشكور جدا الشيخ محمد بن حمودة، نتقابلوا غدوة ان شاء الله في نفس الموعد وفي نفس التوقيت. تحياتنا الناس اللي كل احنا مكملين معاكم حتى للسبعة ونص، نرجعكم بعد موجة نظام 5:30.